السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين؟ الفيديو ده هناخد حاجة مهمة جدا وهي الانتريه اللي هو الستاندر. طبعا انا في الركنة كنت قايلة ان الركنة فيها ثوابت كتير، انما في الانتريهات لا، هناخد كل انتريه لوحده بمقاساته بتفصيلته بكل حاجة. في يعني تقفيلات متشابهة، بس في حاجات برضو لازما ليها تقفيلة كده، تكاية كده يعني. طيب احنا المرة دي عندنا انتريه ستاندر. الانتريه الستاندر ده نوعين، نوع عادي ونوع امريكي. طيب انا هشرح لكم الفرق بين النوع العادي والنوع الامريكي في التقفيلة واحدة بس، يعني في تقفيلة بسيطة بيحدد بين ده وده، بس هما الاتنين بياخدوا نفس كمية القماش، بياخدوا كل حاجة حتى التقفيلة كل حاجة. طيب الناس دايما تسألني هناخد كمية قماش قد ايه؟ الستاندر بياخد كمية قماش في الكورنيش بياخد 8 متر جاكار و7 متر كورنيش. طيب لو انا هعمل من السنبلة او الانترلوك اللي هو المربعات بزود نص متر بس، يعني بزود نص متر بس. النص متر ده بيبقى خياطات بس. لو انا هعمله من غير كورنيش بياخد قد ايه؟ بياخد 15. تمام. لو انا يعني هعمله من السنبلة او الانترلوك المربعات باخد 16. تمام. قابل للزيادة او يعني قابل يقل او يزيد. تمام. في الانتريهات دايما قابلة، الا الكورنيش لا، مش هيبقى للزيادة ان شاء الله. طيب نقول الفرق بين الستاندر الامريكي والستاندر العادي. الستاندر العادي، تمام، احنا الايادي، في الايادي بس. طبعا انا الايد زي ما احنا شايفين، انا في الايد بقيسها 80 وبقسم 2 وباخد العرض يعمل لنا 2 ايد. انا في الايد بطبقها في الكورنيش، بطبقها زي ما احنا شايفين كده. تمام. و لو استندر عادي خلاص بقفلها تقفيل عادي زي ما احنا شايفين، اللي هو تقفيل الكتف. لو استندر امريكي لا، بروح مقفلاها زي ما احنا شايفين كده. تمام. وباجي طبعا بنحدد يمين او شمال، يعني بناخد يمين او شمال، وباخد الاربع صوابع. الاربع صوابع مش لا مش مظبوطه معاكي، لا خدي 10 سنتي، خدي 15، خدي 20، حسب الحاجه اللي قصادك. بس انا باخد 4 صوابع وبعمل كده، وبقسمها 2 اهو. طبعا دي لو عايزه تقصريها بتقصريها، عايزه تخليها اطول عادي مش مشكله، حسب اللي عندك. ده بقى فرق بين الستاندر العادي والستاندر الامريكي. حتى في التقفيل، يعني انت هتقفلي خلاص، انا كده هقفل. طيب لو هو من غير كورنيش نفس الوضع، من غير كورنيش اهو. اللي من غير كورنيش بناخد متر وربع. خدنا المتر وربع وقسمناه 2 من العرض وكده. اللي معايا من اول الكورس فاهم اللي انا بشتغل فيه. اللي لسه داخل جديد تابعوا معايا في الفيديوهات، او ادخلوا معايا في الواتس، على جروب الواتس، هنزل لكم اللينك في صندوق الوصف. نكمل. انا كده قصيت المتر وعشرين وقسمتها من العرض 2. هناخد كده، هنحدد الفرق بين الستاندر والامريكي. الستاندر بنقيس هنا 40 وبنطبق الباقي ونقفلها تقفيل عادي خلاص، وبس كده خلاص. طيب لو انا الامريكي ماشي، بنعمله ازاي؟ برضو بنقيس هنا 40
ونطبق كده خلاص، وناخد ال4 صوابع او 15 سنتي او 20 سنتي حسب ما انتي عاوزة، وباجي اقسم دي كده بس كده. ده فرق بين العادي الفرق بين الستاندر الامريكي والستاندر العادي. خلاص ده الفرق بينهم. وهنقفل تقفيلات عادية خالص زي ما احنا شايفين. بصوا بقى، هنزل لكم في صندوق الوصف التقفيلات بتاعة الامريكي، هنزل لكم برضو في صندوق الوصف ازاي نشتغل في الكورنيش. تمام، هنزل لكم كل الفيديوهات اللي احنا المفروض نحتاجها. هقولها تاني، اللي حابب يدخل معانا الكورس هنزل لكم لينك الواتس، وكمان بنزل على التليجرام كل الفيديوهات اللي احنا نشتغل عليها. يا رب يكون الفيديو مفيد ليكم. نسجل المقاسات اللي انا قايلاها وكمية القماش اللي احنا قلناها نكتبها. تمام، دي حاجة تكتبيها عندك، دي حاجة خلاص مسلم بيها، لا انا هشتغل عليها ثوابت. تمام، ويا رب الفيديو يكون مفيد ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.